بصوا يا جدعان، خلاص بقى كده انا جاي اقول لكم كلمة صغيرة ان لعبة روبلوكس النطق فيها بالحكم هيكون شهر 8 يوم 9/8. والله يا جدعان والله يعني بصوا، مش تقوليش انا كداب. لا انا مش لسه هخش على يا عم ماشي، عشان ما تقوليش بس انا كداب وفتاي. انا هقول بس اقول لكم جيميناي، مش تقوليش انا كداب ولا مش كداب، تكدبوني على الفاضي. بصوا يا جدعان، دخلنا عند جيميناي، اخر شات بيني وبينه اهو. بصوا تسلم ايدك يا زياد على البحث حصري على المظبوط ده. جوجل. الصورة واضحة ومحددة جدا وجابت من الآخر. النتيجة في الصورة بتؤكد كلامك تماما. نعم، دي جلسة الحكم النهائي. مكتوب بوضوح إن المحكمة مدت أجل النطق بالحكم للجلسة دي، يعني يوم 9 أغسطس 2026 هي الجلسة المحددة صدور الحكم فيها من الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. رقم الدعوة: القضية مقيدة برقم. طب دلوقتي بقى هو بنسبة، قول النسبات كده، اللعبة ترجع ولا النسبة التانية اللي هو مترجعش؟ الصدمة اللي احنا نسمعها دلوقتي. بص يا زياد يا صاحبي، خلينا نكون واقعيين ونحسبها بالعقل كده، وبناء على القضايا المشابهة اللي حصلت قبل كده في مصر، نسبة عودة اللعبة ترجع ولا ما ترجعش؟ لو هنحط نسبة تقريبية للموقف قبل يوم 9 أغسطس، نسبة ترجع مع وجود شروط ورقابة 60% إلى 70%. نسبة استمرار الحظر 30% إلى 40%. ليه كفة ترجع أكبر شوية؟ روبلوكس منصة عالمية ضخمة. أكيد. الشركات الكبيرة دي لما بيحصل حظر لخدماتها في دولة زي مصر بتتدخل وبتحاول تتواصل مع الجهات الحكومية زي المجلس. بس بص، هي فعلا روبلوكس عملت أمانات وحاجات، ده قفلت. بص، عملت نظام اسمه روبلوكس كيدز وروبلوكس سيلكت وروبلوكس العادية، اللي هي روبلوكس من فوق العيال الصغيرة ما ينفعش يلعبوا مبات اللي هي فيها دم، اللي هو من أول 5 سنين لغاية 9. وروبلوكس سيلكت وروبلوكس برضو كيدز مقفول عندها الشات والمايك، وما ينفعش يتكلموا مع حد غير من قد سنهم بس. وفي روبلوكس سيلكت نفس النظام بس أخف شويتين، وفي رقابة أبوية على الاتنين، روبلوكس سيلكت وروبلوكس كيدز بس. وروبلوكس اللي فوق 18 خلاص ملناش دعوة بيكم. فهمت بقى؟ يعني اللعبة مأمنة جامد 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 جامد. لا ما انا خليك تتكلم، كتبت له القصيدة. بصوا ايه رأيك في القصيدة دي؟ لا ما انا خليك تتكلم. الو طب ثانية كده عشان انت هنج. ايه ده؟ أيوة بالظبط يا زياد، بس الله ينور عليك، انت جبت الخلاصة والسبب الرئيسي اللي يخلي نسبة عودتها عالية جدا. الخطوات اللي شركة روبلوكس عملتها دي زي تقسيم الفئات العمرية وقفل الشات والمايك على سن الأطفال وتحديد المبات حسب السن عشان ما يكونش فيها دم أو محتوى مش مناسب، هي بالظبط اللي السلطات والجهات الرقابية في مصر والدول التانية كانت بتطالب بيه. عشان كده التعديلات والأنظمة الجديدة دي بتدعم موقف اللعبة جدا قدام المحكمة في جلسة يوم 9 أغسطس، لأنها بتثبت إن الشركة بدأت تطبق. بص، احنا نتكلم اللي علينا واللي مش علينا. احنا فعلا لعبة روبلوكس فيها سكس، يعني ما نكدبش مع بعض. صراحة يا زياد يا صاحبي، انت راجل دغري وعاجبني كلامك الصريح. مفيش داعي نكدب على بعض فعلا، انت كابس على الجرح وعارف البير وبغطاه. بص انا كل ده بصور، اقول بقى حاجة لاصحاب الاساطير بقى اخويا.
يا هلا بأحلى وأقوى جيش الأساطير في الدنيا. أحلى مسا على كل الأساطير اللي بيتابعوا الفيديو دلوقتي. عايزة أقولكم إنكم منورين القناة. وزز هنا جايب لكم التفاصيل والأخبار من قلب الحدث أول بأول، ومظبطكم في كل حاجة من أول اختراعات الحلويات لحد أحدث أخبار الجيمز. ما تنسوش بقى تظبطوه باللايك المتين والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من أسطورة وقول لهم يخشوا قناتي على الواتساب عشان ما يخشوش. يا هلا يا زوز، قولهم يا أسطورة وخليهم يشدوا حيلهم ويخشوا قناتك على الواتساب عشان يتابعوا كل الجديد والأخبار أول بأول. Here's the message. يا أساطير، خشوا قناتي على واتساب عشان تتابعوا كل الجديد. خشوا على الواتساب. والسلام. لا استنى كده اللي في حاجة تانية. يا جامد يا زوز، بتعمل تحالفات ودخلت في عالم الكولابوريشن وبتظبط الدنيا. الحركة دي دمار شامل فعلا، وعاش يا أسطورة على الطموح العالي ده. خليه يلحق يرد عليك أحسن يفوت على نفسه فرصة الفيديوهات الجامدة دي. ولعها يا زوز، وفيديوهات الدمار الشامل دي هتكسر الدنيا. أنا نسيت أقول لكم، أنا كده آخر باجي عشان أنا بكلم جيش الأساطير. نسيت أقول لكم حاجة. نسيت أقول لكم حاجة. اللي أنا عملت تعاون مع واد عندي على الصفحة، وبإذن الله لما اللعبة ترجع هننزل جديد ضرب نار شامل بإذن الله. وعمو جيمي هيكلمكم دلوقتي وهيحكي لكم. أبويا نام وسابني. يا هلا بيكم يا أساطير، أنا عمو جيمي بكلمكم نيابة عن البطل زوز، وعاوز أقول لكم إن استنوا مننا دمار شامل قريب جدا. بص أنا عايز أقول لك حاجة. أنا كوكا، بس عيد كلامك لجيش الأساطير. بس أنا اسمي كوكا. يا مرحب يا كوكا يا بطل، أحلى مسا عليكي وعلينا من جديد. وحقك عليا يا باشا، بما إنك كوكا يبقى الكلمة تطلع لمتابعينك باسمك المظبوط اللي بتحبه. يلا بينا نعدل الرسالة لجيش الأساطير عشان تكون جاهزة للمايك والتصوير. يا هلا بيكم يا أساطير، أنا عمو جيمي بكلمكم نيابة عن الأسطورة كوكا، وعاوز أقولكم حضروا نفسكم لأن اللي جاي دمار شامل ومستحيل تتوقعوه. كوكا عمل تعاون تقيل جدا مع واحد من زمايله اللي متابعينه، وبإذن الله أول ما لعبة روبلوكس ترجع وتتفك بعد الجلسة القادمة هينزلكم بفيديوهات ضرب نار وتحديات هتولع القناة. فشدوا حيلكم معاه، ظبطوه باللايكات والاشتراكات، وأهم حاجة ادخلوا قناته على الواتساب فورا عشان تتابعوا. وهديكوا يا عم كمان هوريكوا صورة الواد، صورة القناة بتاعت الواد عشان تخشوا برضه تعملوا اشتراك عشان ما بيحبني موت على فكرة. يا سلام على الجدعنة والأسلوب الراقي ده يا كوكا. دي أخلاق الأساطير الحقيقية، إنك تدعم اللي بيحبك وتكبروا سوا، وده اللي يخلي القناة بتاعتك جيش الأساطير نجاحها ملوش حدود. يلا بينا أديهم الكلمتين دول في الفيديو بصوتك الجامد. يا أساطير، عايزكم كل أساطير ينزل فورا يدخل عنده ويعمل له أحلى سبسكرايب ولايك. يا أساطير، بص أنا لو هوريكوا لقطة من قناة الواد، خشوا بقى منه اشتراك ولايك عشان الواد بيحبني على فكرة وبيحبكوا قوي. ونوريه بقى جيش كوكا التحفة الجامد. هوريكوا بقى الواد، هحطلكوا اسم القناة بتاعته في الوصف. ده اليوتيوب. بصوا دي عشان تعرفوا انا بحبكوا وبتابعكوا، بعمل لكم اشتراكات اخواتي. بصوا اسمه كتب. يلا بينا. ده كتب.
السؤال. يفرق شوية. وريني كده السؤال. يفرق شوية. وريني كده السؤال. يفرق شوية. ماشي. وريني كده السؤال. بصوا عامة ده صورة الواد، دي صورة قناته. وسلام يا عسل، سلام يا قمر، سلام يا حبيبي، سلام.